السلام عليكم، مرحبا بالجميع في هذا الفيديو هذا. الخوت، شحال هادي ما درتش فيديوهات، كنت كندير غير اللايفات. يعني الفيديو الاشعار ديالو ما غيطلعش للناس بزاف. فإلا طلع ليك الفيديو او لا تبارطاجا معاك ما تنساش لايك، او لا الاخت ما تنسايش لايك وبارطاج كذلك باش يوصل الفيديو لاكثر عدد ديال الناس، واللي مازال ما مشترك في القناة يشترك فيها. هذا الفيديو سجلته باش نبارطاجي معكم هذا الخبر، وكذلك ندويو في هذا الموضوع اللي هو واحد اليوتيوبر اللي ملقب بوكريشة. تم المتابعة ديالو اليوم في حالة اعتقال. كان كيف الناس عارفين كاملين، دابا يومين باش كان تحت الحراسة النظرية، وكان كيتسنى يتقدم عند وكيل الملك ويشوفوا واش غادي يدير ليه متابعة في حالة سراح أو في حالة اعتقال. ولكن اللي ما عارفينش الناس هو السبب ديال هذا الاعتقال، وعلاش استدعوا البوليس، وعلاش كان تحت الحراسة النظرية. بزاف د الأمور الناس ما عارفينوش. كاين اللي كيقول لك شكاية الزروالي، كاين اللي كيقول لك شكاية ديال المحامية الروقاني، كاين اللي كيقول لك شكاية ديال سعاد. كلّه تيقول هاد الشكاية هي اللي خلاتو يستدعيو البوليس ويديروا ليه هاد المتابعة هادي. لكن الخوت اللي خاص تعرفوا أنها كانت واحد العريضة. هاد العريضة هادي ما كيعنيش أنك دير عريضة بيوتيوبر صافي راه غادي يعتقلوه، لا، كاينة الجهات كتقلّب متابعة كلشي، كتشوف الفيديوهات، كتشوف واش ديك العريضة فعلًا ديك الرسالة اللي فيها والمضمون ديالها صحيح، ولا فقط فيه ادعاءات كاذبة ومعلومات غير صحيحة. ولهذا غتلقاو بزاف د الناس داروا عليهم عوارض وما تسوقوش، ما اعتقلوهمش. ما كاينيش أنك درتي عريضة صافي غادي يمشيو يعتقلوا. هنايا العريضة اللي كانت دارت، آآ، كانت كيف كنقولوا الخوت عامرة، بالدارجة المغربية عامرة. يعني فاش رجعوا وقلبوا لقاو بزاف د الأمور اللي كاينة، والناس اللي متبعين بوكريشة غادي يعرفوا أنه كان كيتجاوز بعض الخطرات وكينسى، وكيبدا يقول أمور اللي ما خاصهاش تقال، وتيخرج على القانون. كيضرب في هيئة، بحال النهار تكلم على وكيل الملك، وكيتكلم على القضاء أنك تقدر ترشيه، والتهديد إلى آخره. ولكن المصيبة الخوت هي أنه كاين الابتزاز. طبعا الخوت المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وهذا السيد هذا باقي ما دازش عند قاضي التحقيق. يعني مازال كاين التحقيق التمهيدي والتحقيق التفصيلي عاد باش كيكونوا جلسات، وممكن أن كاع دوك التهم اللي تقدر تكون عليه تسقط. كما ممكن أنها تزادوا تهم أخرى بناء على واحد المجموعة ديال الشكايات، لأنها ما كايناش غير العارضة، كاينين مجموعة ديال الشكايات ديال الناس. والمصيبة أنه دابا الاشتباه ديالو في هاد القضايا هادي اللي متورط فيها هو أنه كاين الابتزاز. والابتزاز، حنا تندويو هنا على الابتزاز الإلكتروني، لأنه كان كيدير فيديوهات في القناة ديالو. فالمصيبة الخطرة كيوصل حتى ل3 ديال السنوات. يعني إلا كانت أدلة وثبتت عليه التهمة، فهذه راه ماشي تهمة سهلة، لأنه عنده شنو؟ السب والقذف والتشهير ونشر معطيات كاذبة قصد المساس بصاحبها والابتزاز. وهنا هاد التهمة هذه اللي تكلمت عليها الخوت وقلت لكم أنها خطيرة. ما عرفناش شكون هو صاحب هذه الشكاية هذه، شكون اللي قال على أنه تيبتزو، شكون اللي قال على أنه تيهددو إلى آخره. هادشي كامل غادي يبان مع الوقت. حنا تنتكلموا غير علاش دابا دارت ليه هذيك المتابعة في حالة اعتقال. شنو هما الأسباب اللي منهم؟ هي ملي كيكون انعدام ديال ضمانات ديال الحضور، وكنظن هاد الشرط هذا كيتوفر في بوكريشة. يعني الضمانات ديال الحضور عنده. يعني كان من الممكن يعني يتابعوه في حالة سراح، يتابعوه في حالة اعتقال. فهنا راه كاينة شي حاجة علاش تكونات هاد القناعة هادي، وعلاش تابعوه في حالة اعتقال. الناس اللي ما عارفينش هاد العارضة هادي شنو فيها، حيت كاينين بزاف واحد المجموعة د الناس عندي في القناة ما كانوش متبعين وما عارفينش. ها هي قدامي كيف كتشوفوا غادي نقراوها. عارضة من المغاربة العالم للمسؤولين داخل الوطن لإنقاذ سمعة البلد ومؤسساته وضحايا وحماية أبنائنا مما تنشره بعض المواقع. نحن الموقعين أسفله مغربيات ومغاربة، المسؤولين القضائيين والأمنيين بالمغرب، وإلى أصحاب الضمائر الحية وحاملي القيم والمبادئ النبيلة والثقافة احترام الوالدين، مصداقا لقوله تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من رحمتي وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. وللحديث النبوي الشريف:
الجنة تحت أقدام الأمهات. قبل ما ندوزو للفقرة الثانية، طبعا هنا هادي كيتكلموا على البنات وعلى أنهم تيقولوا العقوق الوالدين وأنهم سخوطات أمهم لأنهم كيستفزوها، تيسبوها، تيضحكوا عليها الناس، كيتعاطوا معها في السوشيال ميديا. وإننا ندعو إلى تدخل مستعجل لكل من السيد عبد اللطيف وهبي ورئيس وهبي وزير العدل، والسيد محمد النبوي رئيس مجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد حسن الداكي رئيس النيابة العامة، والسيد عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني، كل من موقعه مسؤوليته الحكومية أو القضائية أو الأمنية من أجل تطبيق صارم للقانون ووضع حد للجرائم المركبة والمتكررة والمتسلسلة التي تهز رأي عام داخل المغرب وخارجه، من المس باستقلالية القضاء والتجاهر بالرشوة وادعاء نفوذ وعلاقات داخل محكمة الاستئناف والابتدائية بفاس. هذه النقطة كنا تكلمنا فيها قبل، لأن كانوا عنده فيديوهات كيتكلم على انه يرشي وكيل الملك الى اخره وعنده نفوذ، وهذا الشيء جبدوه ليه كامل في العارضه. وعلاش قلت لكم انها العارضه عامره؟ لان الاجهزه والناس اهل الاختصاص او الناس اللي معنيين بالامر فراه غادي يمشيو ويرجعوا ويشوفوا واش بصح هذا السيد دارت عليه هذه العارضه وكاين هذا الشيء ولا ما كاينش. واتجار الأب بطفلتين على مواقع التواصل الاجتماعي لجني أموال طائلة من نشر سوء الأخلاق والعنف ضد الأم والتشهير والسب والقذف والتهديد بالنحر من الوريد إلى الوريد. وندعوكم إلى مراجعة المحتويات الساقطة والإجرامية للقنوات التالية في حق القضاء والمؤسسات وزوجة المشتكى به المذكور أدناه وأم يسرى وفاطمة الزهراء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. قناة أسرة مغربية أصيلة، والتي ليس لها من معنى إلا الاسم لصاحبها محمد الزهري، المعروض على قاضي التحقيق من أجل زنا المحارم مع ابنته يسرى. وأدانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس أخوه شهر يناير 2022 من أجل التغرير بقاصرة وهتك عرضها. قناة لبنى لصاحبتها لبنى الأطرش إلى آخره. قناة يسرى ستايل. وهنا تنشوفوا في ان في هذه العريضه هذه ذكروا فين كاين هادشي اللي كيتكلموا عليه ديال السب والقذف الى اخره. ولكن الخوت كاين واحد القضيه، علاش تعتقل هو وتتابع هو وماشي البنات ديالو؟ بزاف الناس غادي يطرحوا هذا السؤال هذه من هادشي بناء على هذه العريضه وهاد الشكايات. وكاينين شكايات اللي داروا قبل من هذه العريضه هذه. علاش هو؟ انا كيبان لي الخوت ان هذا هو عين العقل، لانه هو المسؤول. فكيف قلت لكم البارح في اللايف الناس اللي ما تفرجوا فيه، فانا كيبان لي ان نلقاو لهم عذر. دريات باقين مراهقات، باقين صغار، باقي ما كونوش الشخصيه ديالهم، ماشي انسان اللي عاقل اللي هو اب اسره اللي غادي يكون مسؤول على اي حاجه وسط من الدار وكيخلي البنات يديروا هذا الشيء. فكنظن لهذا السبب هو اللي كان تحت الحراسه النظريه، هو اللي غادي تم تحقيق معاه، ماشي هادوك جوج ديال البنات. هذا من جهه. من جهه اخرى الخوت فدائما تنقولوا فالمتهم بريء حتى تثبت ادانته. يعني السيد يقدر يدوز عند قاضي التحقيق، يقدر يحكموا عليه ببراءه ان هذا الشيء ما كاينش. اذا خاصنا نحترموا قرينه البراءه ونتسناو ونشوفوا شنو هو كاين. انا الخوت غادي نبقى نتكلم في هذا الموضوع، واي جديد وحصري فغادي نبارطاجيه معكم وغادي نشرو. الا ما لقيتش الوقت مثلا فين ندير فيديو راه غادي نشرو لكم في المنتدى وغادي نكتبوا. وكنتمنى انكم تفاعلوا مع هذا الفيديو، بارطاج، لايك، ما تنسوش تخليوا لي تعليق. كان معكم مروان، والسلام عليكم.